بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يوميات سليم والبنات وفيديو جديد. النهارده يا جماعة هنعمل لكم وصفة جميلة وسهلة واقتصادية وكمان على قد الإيد. هنعمل لكم قرص طرية في البيت بديل لعيش الفينو للسندوتشات في المدارس. إن شاء الله يا جماعة أنتوا عارفين إن الغرض من القناة بتاعتنا إن إحنا بنعمل كل ما هو موفر واقتصادي وعلى قد الإيد. مكونات معانا النهارده معانا 4 كوبايات دقيق، حوالي نص كيلو. معانا كوباية ونص مية دافية. معانا علبة جبنة أبو الولد أو لو 4 حتت جبنة مثلثات. معانا كوباية زبادي، ومعانا زبدة، وربع كوباية زيت، ومعانا سمسم ولبن، معلقة خميرة، رشة ملح ورشة سكر. إن شاء الله يا جماعة المكونات دي والوصفة دي هتعجبكم جدا، يا ريت كلكم تجربوها وتقولوا لنا رأيكم إيه. زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ طبق للعجن معانا. هنحط علبة الجبنة، هنضيف عليها كوباية الزبادي، هننزل يا جماعة برشة الملح ورشة السكر، معلقة السكر، ومعانا معلقة خميرة. وهنبدأ إن إحنا نضيف المية والزيت ونقلب كل المكونات دي ببعضيها. عايزين المكونات تدخل كلها مع بعضها يا جماعة. طبعا يا جماعة يا ريت تتفاعلوا معانا وتشيروا القناة لإخواتكم وحبايبكم، علشان عايزين نكبر ونعمل عيلة كبيرة على اليوتيوب بفضل دعمكم لينا. وقولوا لنا إيه لو في أي وصفة حضراتكم عايزين نعملها لكم. إن شاء الله اكتبوا لنا في التعليقات اللي أنتوا عايزينه، وإحنا إن شاء الله نعمل لكم كل اللي حضراتكم نفسكم فيه. زي ما حضراتكم شايفين ابتدينا إن إحنا ننزل بالمكونات كلها معانا. طبعا يا جماعة لو حد عايز يضاعف الكمية، هي دي 4 كوبايات حوالي نص كيلو. لو حضرتك عايزة تضاعفي الكمية ممكن كيلو أو أكتر. زودي المقادير دي اضربيها في 2 هيطلع معانا ضعف الكمية على طول. زي ما حضراتكم شايفين هنبدأ دلوقتي نهرس كل المكونات دي ببعضيها. طبعا السمسم احنا هنحتاجه في الآخر للتزيين، بس هنبقى نرش عليه. وكمان يا جماعة اللبن هنبدأ برضه في آخر العجين خالص قبل ما ندخله على النار. طبعا هيبقى على نار متوسطة حوالي 200 درجة. هنسخن الفرن قبلها. وإن شاء الله بإذن الله ندخل بالعجين بتاعنا. فدي هتبقى مرحلة متأخرة شوية. وإن شاء الله الوصفة دي جميلة جدا يا جماعة. طبعا الزبدة احنا جبنا زبدة، معلقة زبدة سيحناها. الزبدة بس هنحطها ما بين الطبقتين بتوع العجين علشان ما يلزقوش مع بعض، ويبقى العجين مفتوح معانا، الفينو بتاعنا يبقى مفتوح وكويس. هنبدأ زي ما حضراتكم شايفين هنضيف الدقيق، 4 كوبايات دقيق يا جماعة. هنبدأ نعجن العجين كله كويس بحيث العجينة تبقى ناعمة معانا وهشة. طبعا الدقيق بيختلف من دقيق للتاني. لو حسيت ان انت محتاج مية ضيف مية عادي، مفيش مشكلة خالص. طبعا عشان العجين بيختلف من دقيقة للتانية. طبعا زي ما حضراتكم شايفين بنقلب العجينة. بصراحة الوصفة دي جميلة جدا. لو يوم مفيش فينو أو الفرن مش شغال بتاع الفينو نعملها في البيت. وكمان الأولاد هيتبسطوا منها إن هي حاجة جديدة، أو كمان مغذية في البيت بنضيف لها سمنة. وكلها مكونات جميلة وحاجة كويسة جدا. طبعا لو مفيش جبنة أبو الولد، 4 حتت جبنة مثلثات هنضيفهم عادي جدا يا جماعة. برضه هيكونوا كافيين إن هم يعملوا معانا الغرض. خلاص احنا عجننا العجينة يا جماعة معانا زي ما حضراتكم شايفين. هنسيب العجين يرتاح يعني حوالي نص ساعة، ونرجع لحضراتكم تاني عشان نكمل باقي الوصفة. ودلوقتي يا جماعة رجعنا لحضراتكم بعد نص ساعة. زي ما حضراتكم شايفين العجينة بتاعتنا ارتاحت واختمرت. هنبدأ إن احنا نشكلها على شكل قرص. أنا معايا يا جماعة ما شاء الله النص كيلو طلع معايا حوالي 10 قرص. أنا أقسمهم طبعا متساويين. طلعوا معايا ما شاء الله 10 قرص. طبعا هنكون مجهزين صاج اللي احنا هنطيب فيه. صاج مدهون زبدة. هيبقى معانا صينية عشان نفرد عليها العجينة بتاعتنا. العجينة هنفردها يا جماعة زي بالظبط زي الفطير كده. زي ما حضراتكم شايفين ما شاء الله طلعوا معايا 10 قرص. هنبدأ دلوقتي نفرد العجينة بتاعتنا زي ما تكون فطيرة زي ما حضراتكم شايفين. طبعا معانا رشة الزبدة يا جماعة. السمنة دلوقتي هنستخدمها محتاجينها علشان بعد ما نفرد العجينة بتاعتنا هنبدأ إن احنا نحط في نصها زبدة. السمنة اللي معانا علشان لما نقفل العجينة بتاعتنا على بعضها يبقى في فاصل ما بين العجينة والتانية اللي هو هينفع سندوتش بتاعنا. دي كانت فكرة الفيديو بتاعنا، إن هو ده بديل للعيش الفينو علشان سندوتشات المدارس. بصراحة يا جماعة الطريقة جميلة جدا ومغذية. احنا جربناها طلعت حلوة جدا، ويا ريت كلكم تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات هي عجبتكم ولا لا. واستنوا مننا كل ما هو جديد ومتنوع في قناة يوميات سليم والبنات. وإن شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم بينا ونعمل لكم أجمل وأحلى الوصفات. زي ما حضراتكم شايفين خلاص احنا عجلنا العجين. دلوقتي جت المرحلة التانية إن احنا هنبدأ نرش اللبن يا جماعة. معانا لبن هنبدأ على وش العجين من فوق كده. وكمان معانا سمسم هنبدأ نرش رشة سمسم على كل قرصة والتانية. كلها دي حاجات للتزيين بس.
طبعا مجهزين النار زي ما قلنا لحضراتكم، بنسخن الفرن قبلها على درجة حرارة 200 درجة. معانا صاج طبعا دهنينه زبدة. هنبدأ رصينا العجين بتاعنا كله بعد ما خلصنا القرص بتاعتنا. دلوقتي المرحلة إن إحنا بنحط اللبن على وش العجين من فوق، وحطينا طبعا دلوقتي هنبدأ نرش السمسم على العجين من فوق برضو، دي مرحلة تانية. طبعا يا جماعة القرص دي ينفع تتحشي أي حاجة. ساندوتش مثلا ممكن تحط فيها لانشون أو جبنة. فأنا طبعا بعد ما خلصنا ده كان شكل العجين بتاعنا بعد ما خلصنا وكان في الفرن. ودلوقتي هنبدأ إن إحنا طلعنا القرص بتاعتنا من الفرن، هنبدأ نعمل السندوتشات بتاعتنا. بصراحة يا جماعة القرص طالعة ريحتها تحفة جدا وجميلة. أنا عملت منها سندوتشات جبنة، أو جبت شيبسي، سندوتشات لانشون، كلها حاجات جميلة وتنفع سندوتشات للمدارس. طبعا حضراتكم دلوقتي موسم المدارس، كل سنة وحضراتكم بخير. عملنا سندوتشات جميلة جدا. أنا النص كيلو يا جماعة طلع معايا حوالي 10 سندوتشات. وبصراحة حاجة مغذية جدا، فيها لبن، فيها زبدة، جبنة، فيها زبادي، كلها مكونات جميلة وطبيعية ومغذية لأولادنا. زي ما حضراتكم شايفين احنا كده جهزنا السندوتشات بتاعتنا. أنا والله لو بإيدي يا جماعة أجيبكم كلكم تدوقوا معانا، بس والله غصب عننا. أنا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين جهزت السندوتشات. زي ما حضراتكم شايفين طلعوا معانا 10 سندوتشات. وهنبدأ دلوقتي ندوق علشان نقول لكم رأيي إيه بصراحة في الوصفة دي. أنا بصراحة الوصفة جميلة جدا وعجبتني، ويا ريت حضراتكم كلكم تجربوها وتكتبوا لنا في التعليقات الوصفة عجبتكم ولا لأ. أنا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين ابتديت إن أنا أدوق السندوتشات بتاعتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.